السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. وتابعونا لحد الآخر. دي مش مقارنة شركتين ببعض، ولكن دي تقفيل سنة، فهنقول لكم كده السنة دي كان فيها ايه في شركة دي سي والمارفل. تابعوا معايا. طب يا صديقي، أنا زي ما قلت لك دي مش مقارنة نهائي. شركة دي سي نزلت 4 أفلام وشركة مارفل نزلت 3 أفلام، ولكن أنا عايز أقول لك في إيجابيات وفي سلبيات. تعال ناخد الإيجابيات الأول. الإيجابيات الأول، لو أنت فان لمارفل هتفهم كويس قوي ايه هي المرحلة دي وليه الافلام دي نزلت في 2023. طيب ايه السلبيات؟ السلبيات لو انت مش من محبين او متابعين افلام السوبر هيرو مش هتفهم اي حاجة. لو اتفرجت على اي فيلم منهم هتحس انك تايه، وايه ده وده جه منين وده مين وده، هتتلخبط. طب هتتلخبط ليه؟ لان هم بقالهم سنين السنين بيبنوا مرحلة في مرحلة في مرحلة في مرحلة الى أن وصلوا للمرحلة اللي احنا فيها حاليا. طيب عايز تتابع؟ لا، الموضوع طويل شوية. هتتابع سلسلة من الأفلام إلى ما لا نهاية. هتتابع من 2008 لحد النهاردة، فلا. طب لو عايزني أرشح لك فيلم، هرشح لك فيلم بلو باتل. بلو باتل هو بداية شخصية جديدة لدي سي، فأنت هنا هتبقى متابع من الأول. هو فيلم لذيذ خفيف، أنا نزلته هنا قبل كده، نزلت منه هنا قبل كده. لو أنت مش متابعني هبقى أنزل لك اللينك تتابعني عليه. وما تنساش لايك وشير، وتقول لي كل سنة وانت طيب في الكومنتات، عشان اقول لك كل سنة وانت طيب هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.